السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا وعلى كل متتبعي قناة كويزين شهراء ديزاد. نرحب بالجميع ونقول لكم أهلا وسهلا بكم. اليوم بإذن الله تعالى راح نشارك معكم زوج وصفات طاجين البسباس، يوالم بزاف ان شاء الله شهر رمضان، بدون تعب بدون عناء، بنتو بنا راح نديروه بدون لحوم، لكن صدقوني بنتو ما شاء الله. وايضا راح نديرو مع بعض خبز الدار خفيف ظريف قطني وهشيش، يجي ما شاء الله وسهل سريع، يعني بدون تعب بدون عناء، ما تدلكي ما تعجني ما تعبي روحك، في ظرف 10 دقائق وانتي وجدتي. يجي خفيف ما شاء الله قطني كما راكم تشوفوا بطريقة ما كانش ما أسهل منها. ونقولكم خواتاتي قبل ما تبداو تشوفوا الفيديو ما عليكم غير تضغطوا لي على زر اللايك هكذا باش تزيدوا تشجعوني، باش نزيد نحط لكم الأفضل والجديد. بسم الله وعلى بركة الله، نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ في الوصفة. أول حاجة راح نحضروها هي خبز الدار هكذا باش نخليه يخمر في غرضه. وش راح نديرو؟ عندي هنا في البول حطيت ملعقة تكون كبيرة تاع خميرة فورية، يعني خميرة الخبز، مع 2 ملاعق كبار تاع السكر، وزدت حطيت كأس الأول تاع الحليب، وزدت الكاس الثاني. هنا الحليب لازم يكون دافي لانه الحال راهو بارد هكذا باش تزرب تتفاعلنا الخميره تاعنا. تقدروا تعوضوا الحليب، ديروا خليط بين الحليب والماء، ولا ديروا الماء وديروا ملعقه تكون كبيره تاع ولا 2 ملاعق كبار تاع حليب مجفف. زدت حطيت حبه تاع بيض كامله وحركت المكونات تاعي. تقدروا تضيفوا فقط البياض في العجين والصفار تحتفظوا به باش تدهنوا الخبز تاعكم. انا حطيت بيضه كامله. خلطت المكونات تاعي مليح، نحل هذيك الحبه تاع البيض وحتى نذوب لي هذيك الخميره ايضا. زدت حطيت ملعقه تكون صغيره تاع السنوج وملعقه كبيره تاع الججلان. انا نحب بزاف الججلان وحبه الحلاوه والسنوج هكذا في الخبز الدار يجي ما شاء الله. زدت حطيت كاس تاع سميد يكون ناعم، لازم هنا السميد تاعكم يكون هذاك الرطب الناعم مليح هكذا باش تنجح معاكم الوصفه. نخلط المكونات هكذا بالضرب اليدوي، نخلطهم مليح مليح. بعد راح نبدا نضيف الفرينه. هنا بالنسبه للكميه تاع الفرينه في البدايه حطيت 3 كيسان، هنا ما صورت لكمش كاسان لكن انا حطيت 3 كيسان تاع الفرينه، وزدت عليهم ملعقتين صغيرتين تاع الملح يبقى حسب الطعم وحسب الرغبه، ونعجن المكونات تاعي بيدي. هنا بالنسبة للكاس الرابع راح نبقى نضيف فيه غير بالتدريج، يعني نضيف ونعجن، لأن المهم نتحصل على عجينة تكون طرية. قد ما كانت العجينة تاعكم طرية راح تحصلوا على نتيجة أفضل. أنا هنا يبدا معايا 4 كيسان تاع الفرينة، يعني هذاك الكاس الرابع ضفته كامل، وراح نلم العجينة تاعي. هنا مانيش راح ندلك، راح فقط نلمها. وقبل ما تلموا العجينة تاعكم ضيفوا حوالي ربع كاس تاع زيت، أقل شوية عفوا أكثر شوية من ربع كاس، أقل من نصف كاس وأكثر من ربع كاس تاع الزيت. تقدروا تستبدلوا الزيت بالزبدة ولا المارغرين، تحطوا ملعقة تكون كبيرة. وراح نيا نبقى نعجن بالطريقة هذه وندخل هذيك الكمية تاع الزيت اللي ضفتها، حتى في الأخير نتحصلوا العجينة يكون ملمس تاعها ناعم، ويكون القوام تاعها يعني مش كما راكم تشوفوا فيه هنايا. بهذه الطريقة نحاول نجبد هكذا الأطراف وندخلهم بهذه الطريقة هذه حتى تتشكل عندي العجينة تاعي بهذا الشكل هذا. ونحاول نخبط العجينة تاعي كما راكم تشوفوا ونسوي لها الوجه تاعها، وراح نغطيها ونخليها حتى تخمر. هنا لازم نخليوها تخمر لنا مليح مليح، يعني لازم يضاعف لنا الحجم تاعها. نغطيوها هكذا بكيس بلاستيكي ونزيدو نحطوها هكذا في مكان يكون دافي باش تزرب تتفاعل. بعد ما اختمرت العجينه تاعي وضاعف لي الحجم تاعها، جبت هنا سنيوه. انا السنيوه تاعي الابعاد تاعها راهي كبيره، راح نخلي لكم الابعاد في صندوق الوصف. حطيت لها ورق الطهي ولا ورق الزبده، فرشت لها ورق الزبده، ولا تقدروا تدهنوها غير بشويه تاع السمن ولا شويه تاع المارغرين، وتفتحوا العجينه تاعكم. انا هنا الخبزه هذه درت هنا خبزه واحده، تقدروا نتوما هذه الكميه هذه تقسموها على 2. بالنسبه للمقادير البنات تاع العجينه تقدروا ضعفوا في المقادير كما تحبوا. هنا راح نفتح العجينه تاعي كما راكم تشوفوا بسم كيكون شويه رقيق. انا بالنسبه للخبز دار تاعي انا نحبه يجي شويه طالع، يعني كاين اللي يحبه يجي طالع، كاين اللي يحب يجي شويه رقيق. هنا جبت هنا صفار تاع البيضه، وزدت لها 2 مغارف كبار تاع الحليب،
وحركته مليح وراح ندهن الوجه تاع الخبز تاعنا بهذا الشكل هذا. كما راكم تشوفون ندهنوه مليح مليح بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للتزيين تحبوا ديروا سانوش، تحبوا ديروا الججلان، واش كان متوفر عندكم. انا يعني شخصيا نحب بزاف الججلان في خبز الدار. زينته بشويه تاع الججلان بهذه الطريقه هذه. والخبز تاعنا راح ندخلوه للكوشه وهي طافيه يعني ما شعلتاش، نغطيه ونخليه حتى يزيد يتضاعف الحجم تاعو. هنا لازم المره الثانيه نخمروه المره الاولى ونزيدوا هذه المره هذه نخليه يضاعف الحجم تاعو، ونروحوا مباشره باش نوجدوا الطاجين تاع البسباس تاعنا. بالنسبه للطاجين تاعنا عندي هذه القدره العجيبه. حطيت هنايا حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت، وجبت هنايا حبه تاع بصل الحجم تاعها صغير، قطعتها هكا غير بالسكين ما رحيتهاش، وحطيتها هنا وقليتها شويه مع ديك الكميه تاع الزيت. زدت حطيت عليها واحد 2 فصوص تاع الثوم هكا مسكرفجين، ونزيد نقليهم مع بعض. الطاجين تاعنا تحبوا ديروه باللحم تحبوا ديروه بلا لحم راح يجي بنت وبنه. هنا عندي فقط الكركاس تاع الدجاج حطيته هنا باش ندير البنه فقط، قليته شويه مليح وزدت حطيت التوابل. بالنسبه للكميه تاع التوابل انا درت كل تابل درت شويه، درت راس الحانوت، درت توابل الدجاج، درت كزبر ملحي، وعلى راس المغرف كمون. وطبعا ما نساوش الملح وشويه تاع الكركم وشويه تاع الفلفل الكحل. هذو هما التوابل اللي حطيتهم. هنايا بعد ما قليت شويه ديك التوابل مع المكونات اللي حطيتهم، جبت كميه تاع الزيتون غليتها شويه في الماء وبدلت لها الماء شحال من مره وحطيتها وزدت قليتها شويه، ومن بعد جبت مرقت كلش مع بعض. نغطي هذيك المواد اللي حطيناهم ونخلي القدره تاعي ولا المرميطه تاعي تغلي. غير تبدا تغلي انا جبت كميه تاع البسباس بعد ما غسلته ونقيته مليح وغسلته مليح بالماء، قسمته كل حبه قسمتها على 4. بعد ما بدات المرقه تاعي تغلي جبت هذاك البسباس وستفته هنايا في المرقه تاعي بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقه راح نزيد نغطي عليه ونخليه حتى يطيب. كي تشوفوا هكا البسباس تاعكم بدا يطيب والمرقه تاعكم نقصت طفي. وهاي النتيجه البنات امامكم بعد ما طاب لنا الطاجين تاعنا. طاجين البسباس كان هذا هو الشكل تاعو. شوفوا مازال راهو سخون البسباس تاعنا طيب ما شاء الله. وشوفوا هذيك لاصوص جات بنينه بزاف بزاف. واش راح نديرو؟ راح نزيد نرافق هذا الطبق مع كميه تاع بطاطا مقليه. جبت هكا كميه تاع بطاطا قسمتها على شكل دوائر وقليتها في الزيت، ومن بعد راح نوجدو ندريسيو يعني البلا تاعنا. حطيت هذيك الكميه تاع البطاطا على الصحن تاعي بشكل دائري، وحطيت هذوك القطع تاع البسباس كيما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاعو، هذيك الكميه تاع الزيتون بهذا الشكل هذا. والكميه اللي بقات لي تاع المرق زدت لها ملعقه تكون صغيره تاع الفرينه وزدت حطيتها على النار زيد تغلي شويه. غير كي تبدا المرقه تاعنا تخثر نطفي عليها ونجيب ونحطها هكذا من فوق. تجي ما شاء الله بنتها بنه، ويعني طبق عائلي طبق رمضاني ايضا تقدروا ديروا في رمضان يجي من اروع ما يكون. تحبوا تزيدوا تزينوا هكا بشويه تاع المعدنوس ولا شويه تاع اوراق تاع البسباس زينتها هكذا من فوق. في نفس الوقت البنات في الوقت هذا انا كنت دخلت الخبز الدار تاعي يطيب بعد ما نسخن الفرن تاعي مليح مليح وديجا راهو ختاما دخلته يطيب. كي يطيب لنا على الجوانب نزيدو نهبطوه لتحت نزيدو نشعلونه من فوق وتكون هذه هي النتيجه اللي رايحين تشوفوها معنا. هاو خبز الدار تاعنا ثاني راهو واجد يعني وجدنا طاجين البسباس ووجدنا خبز الدار تاعنا في ظرف قياسي. خبز الدار ما يديش معاكم وقت نهائيا. بعد ما تخرجوه مباشره من الكوشه تزيدوا تغطيوه هكا بمنديل ولا قطعه قماش تكون نظيفه باش نعاودوا نرجعوا له هذيك الحراره باش يجينا طري بزاف. شوفوا كيفاش يجي الملمس تاعو، شوفوا كيفاش يجي طالع. انا صدقوني البنات خبز الدار وكان ما يجينيش طالع كيما هكا ما نقولوش خبز الدار. نشوف فيه ريحه زمان ريحه بكري. خبز الدار تاع بكري كيفاش يجي طالع كيفاش يجي فيه ذيك ريحه الجلجله ريحه السانوج يجي ما شاء الله. هنا راح نبداو مع بعض نقسموا الخبز تاعنا وتشوفوه من داخل كيفاش يجي قطني يجي خفيف يجي روعه. يجي مع الشوربه مع الطاجين كيما هكذا تاع البسباس يجي هايل. شوفوا هنايا راني قسمته معاكم
وهذه هي النتيجة المتحصل عليها. يعني راهو يستاهل بزاف انكم تجربوا. سبق لي وحضرت معاكم وصفات تاع خبز الدار وكانوا ناجحين ما شاء الله، والعديد من الاخوات جربوا الوصفة ونجحوا فيها، والدليل انكم تقدروا ترجعوا للقناة وتلقاو الوصفات ما شاء الله، وحتى انكم تقراوا التعليقات تلقاو يعني النتيجة هايلة بزاف بزاف. شوفوا النتيجه البنات. وحبيت كان نوري لكم هكذا القوام، نوري لكم الخفه تاع الخبز تاعنا هكذا باش نزيد نحفزكم وتنوضوا حالا باش تحضروه. وهاي لكم الطاجين تاعنا والخبز تاعنا واجدين وحاضرين امامكم. طبق رمضاني خبز الدار هذا يستاهل انكم تجربوه، ويستاهل انكم ديروه ان شاء الله في شهر رمضان. الناس اللي تحب خبز الدار مع الشوربه، هذه اسهل وصفه تقدروا ديروها. وصلنا الى نهايه الفيديو البنات. ما تنسوش خدكم شهراتي زاد باللايك، وتبارطاجيو الفيديو هذا مع الاهل والاصدقاء هكذا باش تعمل فائده على الجميع والناس كامل تستفيد. ان شاء الله نتلاقى معكم في فرصه اخرى باذن الله تعالى وفي فيديوهات قادمه. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم، نتلاقاو على خير، الى اللقاء.